بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها الدراسة العسكرية التي أجراها مركز ستراتفور الأمريكي الاستخباري عن احتمالات غزو أوكرانيا أو خطة الجيش الروسي لغزو أوكرانيا. طبعا الدراسة قيمة كما سنرى، وبتقوم على فكرة ضع نفسك مكان قادة الجيش الروسي وضع خطة أو تصور لاحتلال أوكرانيا، ووضعوا كل الاحتمالات وقالوا كم يحتاج الجيش الروسي من دبابات وجنود وقوات كي يتحرك وماذا سيحدث. ولو احنا رجعنا تاريخنا الإسلامي هنجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، يضع نفسه مكان العدو، يفكر تفكيره ويضع الخطة المضادة. خالد بن الوليد، أبو بكر الصديق، أو عمرو بن العاص. الوقت لا يسعفنا أن نعدد كل هذه الأمور. تعالوا نبدأ. أولا، هذه هي الدراسة اللي عاوز ينزلها من على جوجل، هي متاحة يعني. وهو المركز قال إن احنا لدينا ثلاث احتمالات أساسية. إن الجيش الروسي يكون في البداية هدفه إنه يحتل الساحل الشرقي لأوكرانيا، يعني ينطلق من إقليم الدنباس ويبدأ يدخل يسيطر. طبعا دي كل موانئ ساحلية يا جماعة، دي موانئ ساحلية أوكرانية، فياخدها ويستمر حتى يستولي على ميناء خيرسون. وطبعا روسيا بتحتل شبه جزيرة القرم، فبهذا الشكل تكون روسيا أمنت تماما شبه جزيرة القرم، لأنه كما نشاهد أنه لا يربط روسيا بشبه جزيرة القرم سوى هذا المضيق اسمه كريتش، فروسيا بنت كوبري. لكن كما تشاهدون شبه جزيرة القرم عمليا بعيدة عن الأرض الروسية يعني بمسافة ما، فروسيا ممكن تهجم وتاخد الساحل الشرقي لأوكرانيا. وإيه التقدير؟ إن القوات الروسية في هذه الحالة هتقطع مسافة داخل الأرض الأوكرانية 400 كيلو، و400 كيلو فيهم 2 مليون مواطن أوكراني احتمال يحملوا السلاح ويحاربوا وكذا. طيب، وهيجري احتلال الموانئ الموجودة في شرق أوكرانيا كلها. وطبعا زي ما هم شايفين الجيش الروسي ياخد النهر كفاصل أو حدود يعني. والجيش الروسي كي يستغرق ذلك محتاج هذا أسبوعين، ومحتاج قوات تصل إلى 30 ألف جندي روسي أو 35 ألف جندي روسي. طيب، روسيا كم تحشد الآن؟ 190 ألف جندي. يبقى إذن روسيا هدفها أكبر من احتلال ساحل أوكرانيا. ده الاحتمال. هو طبعا بيقول احنا الجيش الروسي ازاي هيعمل خطوط مواصلاته، كل ما يتقدم هيترك قوات خلفه حتى لا يقطع أحد خطوط مواصلاته لفرض السيطرة على السكان والشعب والشرطة ونزع السلاح إلى آخره. طيب، روسيا بتحشد 190 ألف جندي، فدول 30 ألف جندي لاحتلال شرق أوكرانيا. طيب، الاحتمال الثاني إنه روسيا تحتل كل الساحل الجنوبي الأوكرانيا، يعني تجعل أوكرانيا دولة حبيسة. تموت أوكرانيا، تموت. تجعلها دولة حبيسة من خلال إنه روسيا تهجم بقواتها على كل الساحل كما نشاهد، وتعبر وحتى تسيطر على ميناء أوديسا الأوكراني، ثم تصل إلى جمهورية مولدوفا. ومولدوفا هذه فيها اللغة الروسية لغة رسمية فيها، وفيها أقلية روسية وفيها قوات روسية. فطبعا روسيا حبذا لو إن هي تسيطر على ساحل أوكرانيا وطبعا تصل إلى مولدوفا. دي حاجة عظيمة جدا، هتبقى خلاص روسيا اقتربت من رومانيا. واحنا ننتبه انه حدود الاتحاد السوفيتي قبل تفككه كان هذا كله ارض الاتحاد السوفيتي، مولدافيا واوكرانيا. فهو لو احتل اوكرانيا واحتل مولدافيا يبقى هو كده خلاص اعد حدود روسيا العظمى اللي هو كان عاوزها الاتحاد السوفيتي. بولندا طبعا كانت في حلف الناتو بس دولة مستقلة، رومانيا في حلف الناتو بس دولة مستقلة. وهو بالفعل القوات الروسية موجودة في بيلاروسيا، فبيلاروسيا حالا تعتبر أرض روسية عمليا يعني. فده الاحتمال الثاني. طيب، الاحتمال ده يا جماعة هم قالوا إن عشان الجيش الروسي يحتل كل هذه المسافة دي بنتكلم في 650 كيلو متر. ف 650 كيلو متر ده قالوا إنه هيحتاج إلى 170 ألف جندي روسي كي يدخل بعمق 650 كيلو متر. هذا يستغرق نحو 25 يوم. هنا الاحتمال الثالث، وهو أن روسيا تقوم باحتلال كل شرق أوكرانيا حتى تصل إلى العاصمة كييف على النهر. وطبعا لو وصلت تعبر العاصمة كييف بحيث أن هي تغير نظام الحكم. ما أنت لابد تعمل نفسك شرعية في البلد، لأنه لو زالت الحكومة الأوكرانية معارضة
هتظل تقول لأوروبا أين أنتم، أمريكا أين أنتم، وتعمل قلق. فلابد تسيطر على العاصمة كييف وتضع روسيا تنصب رئيس موالي لها وتريح دماغها. ويطلع الرئيس الأوكراني الجديد اللي عامل بالانقلاب الروسي يقول خلاص يا جماعة انتوا مالكم، مالك يا أمريكا، احنا راضيين ومبسوطين. زي بشار الأسد في سوريا كده. فيقول لك ان احنا نهجم ونحتل كل شرق أوكرانيا، يعني ياخذ نصف البلاد، نصف أوكرانيا. هذا يتطلب كام؟ محتاج 120 ألف جندي روسي. وهنا هم قيموا انه احتلال شرق أوكرانيا هيحتاج قوات أقل من اللي هيحتل ساحل كل أوكرانيا. لماذا؟ لأن شرق أوكرانيا فيه أقلية روسية كثيرة، يعني حوالي 20% من السكان في هذه المنطقة روس. فخلاص المخابرات الروسية لها عناصر في كل مكان ويحملوا السلاح إلى آخره. لكن هذه المنطقة فيها 13 مليون مواطن أوكراني، دول مشكلة كبيرة طبعا. والعمق هيكون 400 كيلو متر، وهذا يستغرق 14 يوما. وهذه الخريطة بتوضح لنا تقييم المخابرات الأمريكية، إنه والله لو الروس أرادوا احتلال كذا محتاجين كم جندي، ولو أرادوا احتلال كذا محتاجين كم جندي، ولو احتلال كذا محتاجين كم جندي. بما إنهم محجزين 190 ألف جندي، فإن هذا رقم كافي لاحتلال كييف واجتياح كامل أوكرانيا. لأنه حتى هو إذا احتل شرق أوكرانيا محتاج 120 ألف جندي، هو حاشد كام؟ 190 ألف. يبقى عنده كام؟ 70 ألف جندي زيادة. إذا اللي احنا نفهمه من الحشد الروسي إن الخطة الروسية إن تحتل كل شرق أوكرانيا وتحتل العاصمة كييف ويحتل كل ساحل أوكرانيا، وبالتالي كده هو عمل حصار على أوكرانيا كلها، يجعلها دولة حبيسة ويصل إلى مولدافيا. ده على الورق، على الواقع الله أعلم. طبعا التقرير تحدث باستفاضة عن تأمين خطوط المواصلات للجيش الروسي. الجيش الروسي لما يندفع بسرعة بعمق 400 كيلو داخل الأرض الأوكرانية، ممكن حد تفجيرات ومقاومة شعبية في خلفه ولا كذا. فهنا طبعا يحضرني الجنرال البريطاني جلوب باشا في كتابه عن الفتوحات الإسلامية في الخلافة الراشدة وفي عهد سيدنا معاوية، وقال كيف حل المسلمون الأوائل هذه المشكلة. لدرجة انت مثلا لما تقرأ في التاريخ الإسلامي يقول لك ان الرسول انطلق من جيش المسلمين في فارس، رسول واحد بفرسه إلى عمر بن الخطاب في المدينة، بيقطع له 3000 كيلو متر على ظهر فرسه، لا حد يقتله ولا حد يعترضه ولا أحد يجرؤ انه يكلمه كلمة. تخيلوا. فهو الراجل جلوب الجنرال البريطاني بيندهش وقال كيف كان هؤلاء المسلمون يؤمنون خطوط مواصلاتهم وخطوطهم الخلفية، وتحدث عن هذا الأمر بالتفصيل جدا. هنا أيضا خريطة بتوضح إيه المدن اللي هتكون مستهدفة. فقالوا إن الجيش الروسي هيحاول يهجم على كييف من مدينة روسية اسمها كلينتسي، يدخل على كييف، وهيحاول يهجم أيضا من جوميل داخل بيلاروسيا إلى زيتومر، بحيث إنه يشتت القوات الأوكرانية. واحتمال يهجم على بولتافا من القوات المنتشرة هنا، ويهجم على خاركيف دي مدينة في شرق أوكرانيا، ويهجم على دونيبرو، ومن لوهانسك يهجم على خاركيف، ويهجم من دونيتسك على زابروفا، ويهجم أيضا منها على الساحل، ومن القرم يهجم أيضا للشمال، وممكن يعمل إنزال من البحر على أوديسا، ويبدأ يهجم الناحية الأخرى ويسيطر على شرق أوكرانيا. طبعا أهم حاجة إن روسيا تسيطر يا جماعة على العاصمة كييف. خلاص سيطرة على العاصمة كييف كل الجسد بينهار، إلا إذا أنت بقى هتعمل إيه، يعني أنا أمريكا يعني. لكن ممكن طبعا هذا السيناريو يصبح كابوس ويؤدي إلى كوارث بالنسبة للجيش الروسي. وهل الجيش الروسي يستطيع أنه يعمد إلى ضرب قنابل نووية؟ صعب، ولكن احتمال وارد، فنضع في حسباننا. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. وفي الختام هنا كتاب الجنرال البريطاني جلوب باشا الفتوحات الإسلامية، أو الفتوحات، اكتب على اليوتيوب كتاب الفتوحات العربية أو الإسلامية جلوب باشا. كتاب من الناحية العسكرية قيم وجيد، لأنه هو عسكري أصلا وعاش في هذه الأرض، واعتبره أحسن كتاب كتب عن الصحابة، يوريك الجهد اللي بذل من الصحابة في فتح كل هذه الأراضي. والراجل بيستغرب من تصرفات القادة المسلمين، خالد بن الوليد، عمرو بن العاص وهؤلاء، يعني أمور حتى أنا ما لفت نظرنا لها شيخ. حتى هو بصفته عسكري وعاش في الأرض وحارب في نفس القبائل ونفس الأماكن وكذا، فهو عاش يعني قام بتمثيل نفس الأدوار عمليا يعني. فأرجو الاستماع إلى هذا الكتاب. وأنا بفهرس فيديوهات على اليوتيوب، أرجو الاستماع إليها. أسفل الفيديو رابط صفحتي على الفيسبوك وتويتر، وأنا قام بفيديوهات الوثائقية التاريخية، أرجو أن تشاهدوها الأمات في مجال التاريخ.
وأرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.